اليوم نتحدث عن موضوع الجمال، أمر طبيعي فطري إنساني، الإنسان يحب الجمال بكل أشكاله، ولكن عندما يحيد حب الجمال عن الصراط المستقيم ويتحول إلى مبالغات ويتحول إلى هوس، هذه مشكلة. هوس الرقبة. في إحدى قبائل بورما عندهم هوس في موضوع جمال المرأة متعلق بطول الرقبة. كل ما طالت الرقبة كلما زاد جمال المرأة، وبيبدأوا يلبسوهم زي حلقات من عمرهم 5 سنوات، كل سنة يزودوا حلقة وقد تصل إلى 30 سنتيمتر تقريبا الطول، وتقريبا يصل إلى 10 كيلو الوزن من الأشياء اللي بتتحط في الرقبة، وكمان يتغنوا فيها. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل لفت النظر والانتباه ومن أجل هوس الجمال. ونستمر أيضا في هذا الهوس في اليابان. كانت العوائل الغنية زمان لما يخلفوا بنت لما يصير عمرها 3-4 سنوات يحطوا رجلها في شيء ضيق كده بحيث رجلها ما تكبر، لأنه من علامات الجمال عندهم كان الرجل الصغيرة، فكانوا يشوهوهم يعني حتى لدرجة أنهم ما يستطيعوا أنهم يمشوا، ويحدث تشوه في القدم، العظم حق الرجل مقوسة كده. يعني أنا في الحلقة دي الحقيقة أتعجب أصلاً، يعني مين اللي بيجي بهذه المعايير؟ مين اللي بيكون جالس كده يوم وبعدين يقول تعرفوا المرأة أحلى أن تكون قدمها صغيرة، خلينا نربطها وخلينا نخليها صغيرة. وهذا هو حجم الرجل الجميل للامرأة البالغة، 4 إنش 15 سنتي. وأيضا في الصين ما يقدروا يمشوا بسبب التشوه الذي يحصل لرجلهم. سبحان الله، الله خلق الأمور بمقدار وخلق الرجل بحجم معين بحيث أنه يستحمل الجسم، فنيجي نعطل هذا الحجم علشان مفهوم مقلوب للجمال. كله خلل هنا. واحدة من الأساليب التكنولوجية لتغيير الأشكال من شيء طبيعي إلى غير طبيعي هو ده الفوتوشوب. وما أدراك ما الفوتوشوب. Hi, I'm Cameron. So you're here to take some pictures, huh? Make me pretty. آخر مرة سوينا حاجة زي كده عشان البرنامج كان يمكن من 8 سنين وما عدتها تاني. اللي تقعدوا تسوي كذا وتسوي انك كول كذا. Yeah, that's cool. All right, can we get like a big smile? You have to say a joke. Intense. تسوي له أكشن. Yeah. Perfect. طبعا لاحظوا الفكرة انه لازم كم صورة ياخد علشان يطلع صورة واحدة. اخذ يمكن 50 صورة اللي هي عادة مش انت لا تعبر عنك. اظن كل واحد عنده الصورة دي يحطها في الفيسبوك وفي تويتر وفي كل مكان، وهي دي ويجلس 10 سنين ما يحط الا هي الصورة. فأخذ الصورة حقتي وشوفوا ايش سوى. الحين الهدف الواحد يختار الصورة اللي عجبته من 200 صورة اللي تصورها، وبعدين We're gonna choose again. لقينا الصورة التي لا تعبر عني. جلس ساعة عمل رتوش، صغرني، طلعني عمري 20 سنة ما شاء الله. So that's me, huh? That's you. And you took my nose out. طير خشمي. فنظرة الإسلام لموضوع الحسن المظهر مطلوبة، لذلك يروي أحد الصحابة يقول أتانا زائر، أتى الرسول صلى الله عليه وسلم زائر، فكان الرجل اللي جاء يزور الرسول شعثا قد تفرق شعره، يعني جاء ما هو مشط شعره، ما هو مضبط نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره. هذا هي النظرة، اعتدال، ليس المطلوب أن الواحد يكون هامل لنفسه ولا يكون عنده هوس في هذا الجمال. It's all kind of about manipulation and not really, I guess, appreciating real beauty. It's not real at all. What's the percentage of retouching in the photos in magazines? I would guess 100% of them have some kind of photoshopping done to them. وبالتالي الإنسان العادي لما يجي يفتح المجلة ويشوف هذه الأشكال اللي ما هي طبيعية، بعدين يشوف زوجته ويطالب زوجته بهذه المعايير اللي بيشوفها في التلفزيون. والمرأة لما تربط نفسها وقيمتها في المجتمع بجمالها يصير هوس الجمال، لأنه صارت المرأة شاعرة أن المجتمع لن يحترمني ولن يقيمني إلا بشكلي،
وبجمالي الخارجي، فالمنظومة كلها تختل. موضوع هوس الجمال يتحمل مسؤوليته كل المجتمع. How does that put pressure on the regular person again? I mean, Well, I would say- what's that doing to society in your opinion? I would say it's probably driving up plastic surgery appointments and maybe people getting their noses fixed or getting Botox or fillers for their lines. Hello there. Hi. I'm Dr. Stevens. Hi, Ahmed. Take a look at me and tell me how can I improve. Is there a particular actor or movie star or athlete or some public figure that you think looks attractive? سألني أنت مين تحب؟ يعني مين اللي بالنسبة لك يعتبر وسيم من الرجال؟ ليه؟ علشان يعرف إيش يسوي فيه، يسويني زيه. الآن المفروض إنه الدكتور حيقعد يحلل وجهي ويطلع لي 1000 عيب كمان لله. Okay, Ahmed, I want to introduce you to Dr. Macias, and I'm going to let Dr. Macias show you some of the things that this does. So we're going to play with your nose here, do some changes to your nose. So it puts these landmarks in here so we're able to do that. So that's how you are now. Now he's going to make it straight. And then we can raise your tip. You have a little of a plunging tip. We pull up on the skin envelope like that. It looks a little better. The side here, this is your nose, how it is today, and this is how we could change it to make you look a little different. We're going to build your chin up a little bit right now. So we're taking it out and also down. Now we're going to play with this. We like to have 1/3, 1/3, 1/3. المفروض أنه يكون وشك تلت وتلت وتلت. فلو في خلل في ده، هو ليس خلل لأنه خلقة الله تنوع، فلو في خلل يقعدوا يلعبوا فيه. يقول لي أنت حقتك نازلة، أول مرة انتبه إنه حقتي نازلة، يعني هي نازلة يعني كده. عندي نقط بني. واحدة من أسباب هذا الهوس أيضاً أنه الواحد فكرته عن نفسه عادة بتكون أسوأ من نظرة الناس لي، فيقوم بعمليات تجميل. سووا تجربة جميلة جداً الحقيقة، جابوا 6-7 نساء على غرفة وجابوا رسام وخلوا الرسام ما يشوف البنت، حطوا حاجز وخلوا البنت تصف نفسها للرسام. بعدين يجيب البنات التانيين اللي شافوها اللي كانوا جالسين معاها في مجلس قبل ما تبدأ التجربة وقال لهم صفوا لي هذه البنت. فصار عنده رسمتين، وصف البنت لنفسها ووصف المجتمع اللي يرى البنت للبنت. وبعدين جاب البنات ووراهم الرسمتين. تجد أنه دائما البنت قاعدة تصف نفسها بمنظر أسوأ بكثير مما يراه المجتمع، فترى رسمة المجتمع دائما أحلى من رسمة البنت. بعض الرسمات مثلا البنت مركزة محسبة أنه دائما باين الأسود تحت العين، تجد رسمة المجتمع ما فيها أسود تحت العين، تظهر أنه الناس ما هي منتبهة. كثير من الأمور اللي نلاحظها في نفسنا ولا حد داري عنها. الترو ستوري، قصة حقيقية صارت لزوجين، الزوج وسيم وتزوج واحدة جميلة. لما خلفوا الأولاد اتفاجأ أنه شكلهم يميل إلى القبح من الجمال، يعني هو جميل وهي جميلة. من فين طلعوا الأولاد دول؟ فقاضاها، اعتقد أنها خانته. فإيش كان دفاعها؟ ورته صورتها الحقيقية قبل عمليات تجميل، وطلعت صورتها الحقيقية أنه ما كانت جميلة أبداً يعني. فطلعوا الأولاد على شكل أمهم الحقيقي، فقاضاها برضو على الموضوع ده وأخذ أظن $100,000 ولا شيء. هذا تدليس. إذا إحنا عندنا في الإسلام لما في الخطبة ممنوع إنه حتى تحط شعر تغير من شكلك علشان الزوج لا يحس بشيء وبعدين يرى شيء آخر. مسكين يعني، هذا السلالة حقته خلاص ما في مانع هو، بس لو كان يعرف، بس يكون عنده الخيار، مو خيار فؤوس. والله شر البلية ما يضحك، كم ذا ببلد من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. خلاص كل واحد يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له، يعني ما حد غير الكون. الله سبحانه وتعالى لما يخلقك على خلقة معينة له حكمة. فضل بعضكم على بعض في الرزق، ففضل ناس بالرزق، فضل ناس بجمال، فضل ناس بقوة في الجسم، بطول، فضل ناس بشخصية جميلة ومرحة. سبحان الله كل واحد عنده شيء. يعني الرضا بما قسمه الله لك نعمة تؤدي إلى السلام الداخلي. نظرة عامة على عمليات التجميل أو التزييف اللي حاصلة في العالم. تخيلوا أنه آخر 10 سنوات فقط عمليات التجميل زادت بنسبة 700%. 2011 15 مليون إنسان قام بعمليات تجميل. يوجد حول العالم 20,000 طبيب مصرحين لعمليات التجميل، فقط عمليات تجميل، ما نتكلم أطباء يعني للقلب والعمليات اللي فعلا يحتاجها الإنسان، فقط عمليات تجميل وشفط. أيضا تخيلوا أنه عام 2013 فقط
تم صرف 40 بليون دولار على عمليات التجميل فقط. هذه الفلوس ممكن تعالج بلاوي أفريقيا كلها. كل أفريقيا ممكن نعالج مشكلة المياه ومشكلة الكهرباء والمجاعة اللي حاصلة بهذه المبالغ. وعمليات التجميل مهم نعرف أصلها أيضا، سبحان الله، لكل شيء سبب. عمليات التجميل لم تبدأ أصلا في العالم إلا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية. آلاف وآلاف من الجنود رجعوا من الحرب إلى بلادهم مشوهين. يعني هذه بعض الأمثلة الحقيقية للناس. فهذا إنسان مثلا فمه هنا رايح، وهذا يحتاج عملية تجميل الأنف، مش مجرد والله إنه خشمك كبير تبغى تصغره ولا شوية عريض تبغى تنحفه، لا، قضية أساسية لا علاقة يعني خرجت عن المألوف وخرجت عن الطبيعي. هذا سليم، تشوه تبغى تصلحه تمام. المشكلة أنها تدريجيا تحولت من عمليات تصحيح تشوه إلى مجرد تصحيح كلاكيع. أبغى شفتي زي الممثلة الفلانية. هذه ما صارت تشوهات، هذه صارت تشوهات في الفكر. طيب وهنا كمان سبحان الله حاطين صور أفظع من الصور اللي هنا. يا ساتر، ما أظن الكاميرا تقدر توريكم، ولكن نوريكم الآن بعض التشوهات اللي حصلت لآلاف من الجنود في الحرب العالمية الأولى والثانية التي بدأت العلم في عمليات التجميل للوجوه. احنا عندنا حلقة كاملة على موضوع الدين والقروض، وأنه الواحد يعيش على الدين، وأنه الناس أصبحت اليوم تستخدم الدين في ملذات وليس في ضروريات. من ضمن هذا تفاجأنا أنه في واحدة من البلاد العربية البنوك عندها قروض خاصة لعمليات تجميل. يعني الواحد يروح يقترض أو المرأة تروح تقترض علشان تسوي عملية تجميل، مو علشان تاكل، مو علشان فقر شديد، علشان تسوي عملية تجميل. والإعلانات يعني حتى المفهوم غلط. يعني إعلان مثلا كاتب شباب دائما إيش سري؟ سره إنه عمليات تجميل. لا، أصلا مين قال إنه المفروض الواحد يكون شباب دائما؟ ليه ما عندنا تقبل لفكرة إنه الله سبحانه وتعالى سنة في الكون إنه الواحد بيكون شباب بعدين بيصير كهل بعدين يهرم، ومن نعمره ننكسه في الخلق. هذه طبيعة إلهية، سنة كونية أنزلها الله سبحانه وتعالى. ليه ما عندنا قبول لهذا الأمر؟ ما في أحلى من الواحد يعيش عمره 20 يعيش على أنه 20، وال60 يعيش على أنه 60. حتى يعني التعبير يعني سلبي اللي هو المتصابي أو المتصابية، اللي هي واحدة كبيرة في السن وتتصرف كأنها لسه عمرها 20-25 سنة. ليه؟ We have patients from 63 countries and from all 50 United States. In terms of the Middle East, we've had Saudis, we've had Egyptians, the Kuwaitis, we've had some North African like Tunisia, and we haven't had many South Africans. Some people come here for the wrong reason. Another problem is a lot of people think that we can change their image and make their life better. We can't fix a bad marriage, and we can't give you your job back just because we make bigger breasts or make you more handsome. But when people come in here for the wrong reason, we don't do their surgery. حتى الغرب اليوم بدأوا يلاحظوا أنه هذا الهوس أمر سلبي ويؤثر على النفسية. في امرأة قررت تسوي اكسبيرمنت أو تجربة سمتها The Beauty Experiment، وألفت عليها كتاب سمته The Beauty Experiment، كتاب جميل. قررت أنه لمدة عام كامل ستتخلص تماما من كل مظاهر الجمال والميك اب اللي فيه هوس في الغرب. وسبحان الله قالت لم أجد في حياتي رضا وسلام داخلي وثقة كما وجدته خلال هذا العام. تقول شعرت أني تحررت من أسر رأي الناس فيه. لذلك أيضا قالت عبارة جميلة تقول البحث الدائم عن الجمال يعيقنا من الوصول إلى السعادة والثقة والصفاء. هذه خلاصة تجربتها، وكتاب جميل اقترح عليكم تشوفوه، موجود في Amazon.com، اسمه The Beauty Experiment. نوع آخر من الهوس في الجمال. في إحدى البلاد عندهم الجمال أنه المرأة تكون سمينة. كلما زادت سمنة المرأة كلما ازدادت جمالا في أعين رجال هذا المجتمع. فماذا يفعلوا؟ في عادة موجودة عند بعض الناس هناك أنهم يقوموا بما يسمى بالفورس فيدينج للبنات، غصب الأكل للبنات. البنت لازم تشرب 4 إلى 5 لتر حليب يوميا. ليه؟ تقول لها علشان تسمني، لو ما سمنتي ما في أحد حيتزوجك. معلش يعني على المناظر اللي حنوريها، بس لأنه واقع وموجود إلى اليوم. تستغرب أنه في القرن 21 وإلى اليوم موجودة هذه المناظر. يغصبوا البنت أنها تقعد تشرب حليب وبعدين ما تقدر تقعد تتقيأ الحليب، وبعدين حتلاحظوا حاطين عليها خشبة على رجلها وعلى يدها. ليه؟ علشان الأم تضغط على الخشبة فتتألم البنت فتنسى شعور القيء،
وفي عدد كبير من البنات بتتكسر أصابع يدهم ورجلهم من العملية دي، الضغط الشديد تكسر اليد. كل ده علشان متعة رجال يروا أنه المرأة السمينة هي الجميلة. وأمريكا والغرب لم يكتفوا في غرس مفاهيم الجمال هذه عند المجتمعات الكبار، وسبحان الله يبدأوا فيها من الصغار. عندهم ملكات جمال مراحل، ملكات جمال من 0 لسنة، ومن سنة ل3 سنين، ومن 3 سنين ل5، ويتدرجوا إلى الكبار. So what's happening here? We're doing makeup and hair on Miss Peyton. How many competitions did she enter? Over 50, I would say. 50 مسابقة، شكلها زي المودلز الكبار. This is a special dress for... Her makeup robe, yes. So that's the hair thing, huh? This is all her hair. How old is she? 5. Why did you bring her? Everything today is promoted around beauty and around sex. You know, my daughter, she ever thought about beauty and stuff like that until she saw the show and she's like, oh, I'm pretty, I could be a queen. And so that's what she told me. She's like, I want to be a queen. نفسي اتخانق معاهم انا بس ماني عشان لا يطردونا، حنخلي الخناق لاخر شيء. الان اول مسابقة اللي هي من 0 إلى 2 شفتوا البنت اللي قاعدة تحبي في نص الطريق؟ هم كلهم يبوا أصلا أولاد أطفال يبوا يحبوا يلعبوا. How many distinct colors of terrors? مسكينة، شوف هذه بالله، شوف نايمة. شيء مزعج الحقيقة اللي شفناه على المسرح، بيبي نايم في حجرها وقاعدة وتوديه على المسرح وموسيقى وصخب ومش عارف مين. حرام والله، هذا قتل للفطرة. هذه اللي دخلت 50 مسابقة. Welcome, Mr. Steven. في أولاد كمان قاعدة تبكي على المسرح. هذا اسمه تعذيب الأطفال. سبحان الله، شوف البنت اللي دوبها كانت جوا قاعدة تبكي على المسرح لما تركت لما يفعله الأطفال اللي هو اللعب، مبسوطة. Arabella up to the stage. دحين توزيع She الجوائز. is our sweetheart queen. لسه نايمة. كل الأصوات دي ما صحتها. We're gonna go ahead and ask you to exit as we عشان الواحد يكون منصف، مش كل الامريكان معاه، في امريكان معارضين له، ومن ضمنهم الاستاذ اندرو اللي ما يبغى يطلع في التلفزيون. he doesn't want to appear on camera، ولكنه يعني مستاء جدا من اللي شافه هناك. في فرق بين انه تهتم بجسمك انه يكون صحي، وهذا من حقك، وهذا ستثاب عليه اصلا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان معاه دائما المكحله والمشط والمسك والمسواك دائما في حله وترحاله. ليه؟ لأنه إحنا ما عندنا في الإسلام، وهذا مفهوم مهم جدا في الحلقة، ما عندنا في الإسلام مفهوم إنه أنت كلما تدينت كلما ازددت سوءا في الشكل، وكلما أهملت نفسك، وكلما خلاص لأنه يعني أنت متدين فأنت شعرك مشعتر ومو مهتم، إنه هذا من الزهد. ما عندنا هذا المفهوم في الإسلام. نهتم بتحسين المظهر في حدود عدم تغيير الخلقة.